ازيك حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل فول النهارده زي الزبده للصيام وكمان للسحور في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. الصيامات كلها جايه مع بعض. كل سنه وكلنا طيبين يا رب. هعلمك كمان النهارده تعمليه ازاي في حله ضغط او حله عاديه لو انت حابه. حل الضغط هياخد معاكي، انا بسيبه بصراحه ساعتين اتنين. اول حاجه عندي هتجيبي الفول، وهو في خطوتين اتنين بيخلي الفول عمره ما يبقى اسود معاكي. لا هقولك حطي في الميه دقيق ولا صلصه ولا شويه نشا ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي. هو لوحده هيبقى زبده كده. وهقولك ايه اللي بيتحط معاه وايه اللي ما يتحطش وايه اللي بيغير طعمه وايه اللي ما بيغيرش، وهقولك كمان ايه الطريقه الصح للفول. تدميس الفول في البيت يطلع معاكي احلى من بتاع الجاهز وبتاع العربيات. اول حاجه عندي الفول نفسه، الفوله كده تبقى لونها فاتح وبيضه. انا بنقعه لمده ساعه او ساعتين بالكتير، ما بنقعوش بقى. في يعني ساعات يعني في ناس بتقول لك ننقعوه ليله كامله. حابه ان انت تنقعيه ليله كامله، انا بقول لك على الطريقه السريعه وكمان اللي هتخلي الفول معاكي يبقى زبده. هننقعه ساعة. انا بلاحظ ان انا لما بنقعه ساعة واحدة او ساعتين بالكتير بيبقى حلو والقشرة نفسها بتستوي. لما بزود عن كده وانقعه كتير ساعات الجلدة بتروح تجلد معايا وما بتستويش كويس. بصوا انا هنا بعمل، انا دايما كنت بعمل في القدرة، فبعمل مثلا نص كيلو واحط عليه مثلا ده ربع كيلو فول مدشوش وربع كيلو عدس. باخد نصهم، يعني نص الفول ونص العدس. النهارده هعمل الكيلو كله بما اني هعمل في حلة الضغط او الحلة البريستو، فهعمل فيها الكيلو كله. فهحط الربع كله، ربع الفول المدشوش وربع العدس، لان انا عايزه اعمل بصراحه كميه كبيره. فهحط كيلو الفول المدشوش كله، كيلو الفول المدمس. تمام. نقعته كده لمده ساعه كده في ميه سخنه. هغسله كويس جدا وهشطفه من الميه بتاعته. عايزه اقول لكم بينزل ميه غامقه وبيطلع كده زي ريما، بيطلع كل الحاجات اللي جوه. الحاجات دي هي اللي بتعمل انتفاخات، فلازم اي بقوليات يا جماعه ننقعها. حتى العدس والفول المدشوش انا نقعته لمده ربع ساعه وغسلته كويس، وبعد كده هبتدي ان انا احطه. تمام. حطيت كده الفول المدمس بتاعي، حطيته في الحله. لو هتعمليه في حله عاديه عادي جدا هتحطيه، بس ما تفتحيش عليه اول 3 ساعات، ما تفتحيش عليه نهائي. في الحله العاديه هياخد معاكي زي كانه لما بياخد في القدره. هقولك بقى على خطوتين اتنين ما بيخلوش الفول يسود معاكي ابدا. الناس اللي بتشتكي الفول لونه مش بيبقى فاتح ولا لونه بيبقى ابيض، هقولك ليه. هنا اهو انا دلوقتي هما خطوتين اتنين ودول انا عرفتهم، يعني خبرة سنين، يعني خبرة سنين. عايزة اقول لكم يعني انا يوميا بعمل طبق الفول على الفطار. فخبرة السنين مع خبرة السنين، في خطوة واحدة كنت عارفاها وكنت بعملها، وفي خطوة تانية عرفتها جديد. هقول لكم على الخطوتين اللي انا بعملهم وعملتها والحمد لله كانت ناجحه جدا وكانت حلوه. بس النهارده برضو هقول لك ايه اللي تعمليه وايه اللي ما تعمليهوش. غسلت الفول المدشوش والعدس وهبتدي احطهم. بصي بقى يا ستي، عندك بصلايه هتحطيها، عندك كام فص ثوم هتحطيه، عندك قرن فلفل حامي هتحطيه. حابه ان انت تحطي طماطمايه حطي. انا ما بحبش ان انا احط طماطمايه. ليه؟ لاني انا بسيب الفول. الاول كنت بعمل القدره وبحط القدره في التلاجة، فلو فيها طماطم القدره ما بتاخدش معايا الوقت الكافي. يعني ما بتاخدش معايا مثلا 4 ايام 5 ايام، لا بتروح تاخد معايا مثلا يومين 3، وبعد كده بحس طعم الفول اتغير. لان الطماطم ممكن تغير معاكي طعم الفول. لو التلاجة فيها حاجة فصلت اي حاجة الطماطم على طول هتبوظ الفول. لكن لو ما فيهوش طماطم يعني بياخد وقت معايا بصراحة. التلاجة فصلت ما فصلتش بياخد درجة الحرارة وبيحتفظ بنفسه. مفيش حاجة بتساعد ان هو يبوظ معايا بسرعة. حطيت الفول المدشوش وحطيت العدس. هنا كده عندي في كام فص ثوم بحطهم، وعندي بصلايه كده، انا كان عندي بصل صغير فقطعت بصلتين. تمام. عندك بصل كبير شويه هتقطعي بصلايه كده تقطعيها مربعات او 4 مكعبات كده. انا دي بصلايه اهي، وهقطع واحده تاني لان ده بصل صغير اللي هو البصل اللي بنقطعه ده كده ايه مع الاكل. تمام. فقطعت 2 كده حلوين. و ما بحبش زي ما قلت لكم ما بحبش احط طماطم. في عندي ليمونه، او نص ليمونه بس هي كبيره، هعصرها كده وهحطها هي. يعني هاخد الميه بتاعتها هعصرها
وهحط القشره، يعني هكملها يعني وهحطها. تمام. بس اهم حاجه ان انا هعصرها، علشان لما بتعصريها بتنزل الميه بتاعتها، بتسرع كمان في تسويه القشره بتاعت الفول. تمام. دي برضو معلومة كنت حابة ان انا اقولها. لما بحط الليمونة سليمة كده او مقطوعة كده وخلاص، بحيث القشرة بتاخد وقت كده من ما تستوي. هننزل بقى عليه بمية مغلية، لازم ننزل عليه بمية مغلية، ما ينفعش نحطه في مية باردة وبعد كده نسيبه يغلي، لا هيسود مننا على طول. نحط عليه مية مغلية وهنقفل الحلة بتاعتنا او القدرة. يعني الطريقة دي ممكن تعمليها في قدرة، وهقولك برضو ايه اللي بيخلي الحاجة فاتحة، الفول معاكي فاتح. هنقفل بقى عليه وهحط الصفاره. يعني هنا ما كنتش حاطه الصفاره اللي هي في الدايره دي، ما كنتش حاطاها هنا، هحطها بقى. بس هي كانت في عايزه تتغسل، فهجيبها هغسلها وهحطها وهقفل عليها، وهسيب بقى الحله تغلي 10 دقايق بالظبط. وبعد كده هروح اوطي اول لما اسمع صوت الصفاره وان خلاص البخار ضغط في الحله والحله هتغلي. بصوا انا مأمناها كويس، هي مكسوره، بس اهم حاجه ان احنا لازم نقفلها كويس، فبضغط عليها كويس جدا. اهم حاجه انها تتقفل، خلي بالنا كويس جدا. انا بتاعتي مكسوره بس القفل بتاعها تمام وشغال. هقفل عليها واحط الصفاره، هسيبها تغلي. اول لما اسمع صوت الصفاره هروح اهدي النار شمع، اسيبها لمده ساعتين. بصوا هنا ده كده بعد ما استوت. بصوا شايفين البتاعه الحمراء دي مرفوعه لفوق، يبقى كده في ضغط بخار، فلازم ضغط البخار ده يخف علشان تقدري تفتحيها، ما ينفعش تفتحيها خالص. فهسيبها كده لحد ما تهدى. بص انا كده هحاول افتح الصفاره هنا فتفتحيها كده، هتطلع بخار، فبسيبها تهدى خالص خالص لحد ما تطلع كده البخار سنه سنه، وبعد كده هفتح عليها. انا هنا عايزه اقول لكم بقى على حاجه انا غلطت فيها. المفروض بصوا هتقولي لي الفول اسود، لا هو مش اسود قوي للدرجه، بس هو فعلا سود معايا. ليه؟ لان في الخطوه اللي انا هقولها لكم دلوقتي، ان المفروض دي الخطوتين اللي انا هقول لكم عليها. اول لما تطفي على الفول تفتحي عليه. تمام. انا هنا بس عشان عاملاها في حل ضغط فلازم يهدى، وكنت عاملاه الساعه كام؟ الساعه 12 بالليل، يعني طفيت عليه الساعه 12 بالليل. فمن ما هديت كانت الساعه 1 بصراحه، سبتها واتفرجت على التلفزيون وسبتها لحد ما تهدى لوحدها. وبعد كده رحت فتحتها بعد ساعتين تقريبا، فكانت هديت بقى وبدأت تبرد. تمام. فالميه بدأت معايا تسود. اللي يخلي الميه ما تسودش ان انت اول لما تطفي، لو عاملاه في حله عاديه او عاملاه في القدره، هتطفي البوتاجاز وهتروحي كاشفه القدره، ما تسيبيهوش يبرد والبخار يطلع في الغطا وينزل تاني في القدره، هو ده اللي بيعمل السواد. دي اول نقطه. تاني نقطة ان انا اول ما بطفي بروح عصرة في المية. شايفين المية اللي فوق اللي كانت سودة؟ بعصر عليها سودة بقى مش سودة، بعصر عليها نص ليمونة كده، بترجع المية فاتحة. ولو هي اصلا فاتحة بتعصري كده نص الليمونة وما بتقلبيش، لا بتسيبي المية كده، هو الليمون بيفتح المية لوحده. دول الخطوتين اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها. بصوا بقى قشره الفول هنا زبده، زبده. عايزه اقول لكم انا جربت احط خل، وجربت احط زيت، وجربت احط حاجات كتير جدا جدا جدا، وجربت الكربونات. كل الحاجات دي ما بتخليش الفول زبده. لما بعمله في القدرة ما بيبقاش كده. هو ليه؟ لان انا بنقعه كتير وبسيبه كتير وحاجات كتير من دي. فانا الطريقه اللي نفعت معايا اني انا بفتح عليه و قصدي الطريقه اللي نفعت معايا في ان هو يبقى زبده، ان انت تعصري نص الليمونه وتحطي القشره بتاعتها. تمام. وتسيبيه بقى على نار هاديه جدا، وما تنقعهوش اكتر من ساعه او ساعتين بالكتير. شايفين؟ عايزه اقول لكم القشره دايبه دوب، لان هو في حله الضغط وما شطش خالص على فكره. دلوقتي هفضيه وهتشوفوه. هحطه بقى طبعا في اكياس واحطه في الفريزر. وعلى فكره بطلع الكيس بيفضل. اهم حاجه ان انت اول لما يبتدي يبرد كده وخلاص الميه بتاعته بردت وعملت كده بقت ميه من الشيء، تعبيه على طول بقى هو دافي كده في اكياس وعلى الفريزر على طول، عشان يفضل محتفظ بان هو طازه. بس هحطه بقى في اكياس. دلوقتي هوريكم ان هو من تحت لا شايط ولا ملحق ولا لازق ولا اي حاجه خالص، مفيش ولا فتفوته لزقت. تمام. ليه؟ لان انا وطيت عليه على طول. وبصوا لونه من تحت كمان فاتح جدا. عايزه اقول لكم ان الميه دي يعتبر غامقه، يعني لما بكشف عليه واعصر النص ليمونه في الميه اللي فوق بيبقى لونه فاتح جدا جدا جدا. انا هنا بس عشان عملته متاخر اساسا، يعني عملت الفول بدأت فيه نقعته وكل حاجه تقريبا الساعه 6 المغرب، فانا ما بعملوش بالليل ابدا، فبعمله دايما الصبح.
ففي اليوم ده كنت اساسا نسيت وكان معايا كذا حاجه، فعملته الساعه 6 المغرب، فده اللي اخرني بالليل ان انا افتح عليه واسيبه يتبخر البخار ويبرد في هو مكشوف. طبعا انا كنت هنام و مش عايزه الفول اسيبه بالليل كده وهو مكشوف لحد ما يبرد، فروحت مضطريه ان انا اغطيه وسيبته كده متغطي نص غطوه، فهو ده اللي خلاه يعني ايه يبتدي يسود معايا. بس طبعا حركه ان انت تعصري فيه الليمونه دي بتخليها يرجع يفتح تاني حتى لو الميه سودت معاك. بصوا هنا شايفين مفيش ولا نقطه لحقت. بس دي كانت الطريقه بتاعتي سهله وبسيطه، مفيش اي افتكاسات خالص. بصوا حطيته بعد كده في اكياس، انا كنت حاطه الكياس على بعض على بعض، بعد كده لقيتها بتزحلق فاتزحلقت على الرخامه. عمل معايا ما شاء الله 13 كيس، والكيس ده على فكره بيعمل طبق فول حلو يعني مليان قوي، طبق فول من اللي هو الصيني الكبير، فبيعمل لك طبق حلو يعني. شايفين بصوا دي مش لازقه ولا حاجه، دي الاضاءه. بصوا ده كده الفول اهو. عايزه اقول لكم بصوا شايفين فاتح ازاي من غير ولا طماطم ولا ميه نشا ولا صلصه ولا اي حاجه ولا رز ولا اي حاجه، هو شويه الفول مدشوش وشويه العدس، ودول بيزودوا كمان معاكي الكميه وبيخلوا الميه فاتحه وبيخلوا الفول لونه فاتح وبيبقى زي الفل. عصره الليمون وتفتحي الفول وتسيبيه مكشوف هو بيبرد، دول اهم خطوتين. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.